عايز تعمل مصدر دخل للآخرة وعداد حسنات ما بيخلص وتلاوات عذبة بخطوات سهلة وبسيطة جاهزة للنشر وبدون أي خبرة في إنشاء الفيديوهات ولا حتى المونتاج بشكل مجاني وبلا حدود وبدون تسجيل دخول؟ تابع معنا الشرح. هلا والله وحياكم الله، معاكم اخوكم طارق جاد، والنهارده جايب لكم اداه بالذكاء الاصطناعي مجانيه جدا 100% وبدون تسجيل دخول. تقدر تعمل بيها فيديوهات ريلز للقران الكريم بضغطه زر وتقدر تنشرها براحتك على جميع المنصات من خلال الرابط اللي هسيبه لك اسفل الفيديو في الوصف، وكمان هسيبه لك في اول تعليق مثبت هيدخلك على رابط التدوين الخاصه بموضوعنا النهارده. كل اللي عليك يا صديقي هتنزل بس لاخر التدوينه علشان تلاقي رابط مباشر للاداه اللي احنا هنتكلم عنها النهارده. تضغط بس هنا كده هيوجهك مباشرة للأداة. هتفتح معاك الأداة بالواجهة الجميلة دي، واللي في الخانة الأولى هنبدأ نختار صوت القارئ اللي احنا عايزين نعمل الفيديو بصوت، وإن شاء الله هتلاقي عندك أصوات جميع القراء بنسبة 90%، يعني قليل خالص لما تلاقي صوت مش موجود. تبدأ تدور كده على الصوت اللي يعجبك. مثلا أنا هختار صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وهنزل للخانة تانية علشان أبدأ أختار الصورة اللي هيقرأ منها الآيات. مثلا هنختار سورة البقرة وهختار الآيات اللي هتتقري. هنبدأ نكتب كده، مثلا أنا هبدأ من الآية 155 للآية 157، 3 آيات، وهتنزل للأسفل هيظهر معاك الآيات اللي أنت حددتها في الأسفل بالشكل ده. وطبعا عندك في أقصى اليسار هتلاقي عندك دي الخانة الخاصة بعرض المعاينة النهائية اللي أنت هتحصل عليها. الاختيار اللي في النص بقى اللي هتبدأ تحدد منه طريقة العرض بالكامل. اولا اختيار القالب، تقدر تختار ما بين قوالب كتيره جامده جدا جاهزه. مثلا هنختار اخضر اسلامي زي ما انت شايف كده، حاجه جميله جدا. تقدر تنشر الفيديو كده مباشره. تقدر بقى تعدل بقى انت مثلا في خطوط زي ما انت شايف كده زخرفه في الخلفيه، تقدر ان انت تعدلها من خلال الضغط على الايقونه دي، واختيار ما بين اشكال كتيره تقدر تختار ما بينهم زي ما انت شايف. كل ما تغير هيتغير معاك، ولو مش واضحين تقدر تعلي بس من هنا كده من الخانه دي علشان يبدأ يظهروا معاك بالشكل اللي انت حابه. طبعا الشكل ده جميل جدا. وهنا طبعا بتختار درجة الشفافية اللي انت عايزها، وطبعا تقدر تخفيها خالص من خلال الضغط على العلامة دي تختفي معاك خالص. لو انت مش عاجبك اللون بتاع الخلفية وعايز تحط انت خلفية مناسبة من عندك، تقدر ترفع صورة مباشرة من خلال الضغط هنا. بعد ما ترفع الصورة اللي انت عايز تعملها كخلفية هتظهر معاك زي ما انت شايف كده، حاجة جميلة جدا. مش بس كده، انت تقدر تخلي الصورة متحركة بحركة خفيفة ولطيفة كده. ممكن نختار الافكت الموصى به ده، فهيعمل لنا كده حركة جميلة للصورة. وكمان تقدر تعدل درجة الشفافية بتاعت الصورة. هننزل كده لأسفل بقى عشان ندخل على اعدادات النص. هنبدأ اول حاجة حجم الخط، طبعا تقدر تصغر وتكبر براحتك. بعد كده طبعا تقدر تظبط اللون بتاع الخط. كمان هتبدأ تنزل للأسفل كده علشان تشوف بقى سمك الخط زي ما انت حابب. وطبعا هنا بقى ارتفاع السطور، التباعد ما بين السطور، كمان المسافة ما بين الحروف، واخيرا هنا عدد الاسطر لكل شريحة. وفي الاسفل بقى هيبدأ يظهر لك كل الحاجات اللي ظاهرة في الصورة. هنبدأ نخلص كده. مثلا تحسين الخط للجوال هنسيبها زي ما هي. رقم الآية هنحذف رقم الآية مش عايزينه. كمان عندك اسم القارئ، كمان دي مش لازم تظهر. كمان النص اللي هنخليها اسم الصورة ممكن كمان نخفيها. واخيرا خالص النقاط بتاع شريط التقدم دي خلاص برضو نخفيها. اخيرا نوع وجودة الفيديو، طبعا الاعدادات دي انصحك انك تسيبها زي ما هي. ممكن بس تتعلم على كلمة حجم ملف اصغر بحيث ان هو يوصل لك لاعلى جودة واقل حجم ملف. كده انت جاهز لاستخراج الفيديو. الموضوع كله مجاني فري بدون تسجيل دخول، بدون دفع اي مصاريف او اي فلوس، بشكل بلا حدود. اخيرا هتضغط بس على تصدير الفيديو MP4، هيبدأ يحمل معاك بالشكل ده. في ثواني معدودة هيديك النتيجة النهائية. بعد انتهاء التصدير هيتحمل معانا مباشرة زي ما انت شايف كده. نشغل كده علشان نشوف النتيجة. الذين إذا أصابوا
واخيرا عايزك تنزل دلوقتي تجرب الاداة وتقول لي رأيك في الكومنتات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.